السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي. أقدم تحياتي لجميع الأمة الإسلامية وكل عام وأنتم بخير. النهاردة هنتكلم على مرض السكري أو من يعانون بمرض السكر، وناس كتير جدا جدا بتعاني منه، ومنه أطفال أحيانا. والله شفت أطفال عندهم السكر وشباب طبعا عن طريق جينات وراثية، أو مرض السكر اللي بيأتي عند الكبر. برضك عشان السادة المشاهدين يبقوا عارفين، مرض السكر هو عبارة عن توقف غدة البنكرياس عن القيام بوظيفتها الطبيعية، وضبط نسبة السكر في الدم بفضل إفرازها لهرمون الأنسولين. بيصيب الأطراف اللي هي الأيدي والقدمين بفقد الإحساس أو الإحساس فيه بسيط جدا، نتيجة عدم وصول طبعا الأكسجين الكافي إليها. ولكن من خلال جلسات الرفلكسولوجي المنشط الطبيعي الفعال للدورة الدموية ومجاري الأعصاب، تتم مساعدة المرضى بالسكر على تجنب بتر أطرافهم وإعادة الإحساس بها مرة أخرى. فالبنكرياس يعتبر هو عضو يعمل كغدة قنوية بتفرز الأنزيمات الهاضمة. بالإضافة إلى ذلك فإن البنكرياس يحوي تجمعات من الخلايا المتخصصة التي تعمل كغدة صماء بتفرز الأنسولين، وبتدعي هذه التجمعات من الخلايا جزر لانجرهانز، وبتتركب من خلايا ألفا وخلايا بيتا وخلايا سي. الطريقة طبعا هنقولها عمليا في العيادة أو في مركز السبا. كان معكم سعد المصري معالج الرفلكسولوجي. للتواصل 012 36 90 535 كل يوم أحد من كل أسبوع من 12 ظهرا إلى 12 مساء، أو عن طريق الإيميل سعد_أستاذ online @yahoo.com. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.